ازاي اعذب شخص بيطنشني وبيتجاهلني واعلمه الادب؟ وبقهوه جميل زيك يا عسل انت، وخلينا نعرف ازاي نعلم المتجاهل ده الادب. العلاقه اللي بينك وبين الشخص ده كان دايما فيها اهتمام وحب واحترام متبادل، وانا هنا بتكلم عن التوازن في العلاقه، ولكن فجاه لقيت الطرف اللي بحترمه ده ما عادش معايا زي الاول، ما عادش فيه احترام، ما عادش فيه تقدير، وبدات اشوف ان ما عادش فيه حاجه اسمها توازن بيني وبين شريك حياتي. وفكرت في فكره علشان ابدا ارجع بيها التوازن ده تاني، بدون بقى ما اتحكم في الشخص ده ولا الشخص ده يتحكم فيا. وفجاه حصل نوع من التجاهل من طرف الشخص اللي موجود في حياتي. فبكل بساطه عقلي بدا يرفض ده، وبدات احس ان انا متوتر جدا، وبدات احس بعدم الامان. والاسلوب ده بيخلق جوايا عصبيه طول الوقت، لان باختصار انا مصدوم، لان الطرف التاني اللي موجود في حياتي بعد الحب ده كله بيتقل عليا. في الوقت ده بيبدا يتخلق جوايا تفكيرين. التفكير الاول ان ابدا اتعصب على الشخص ده وابدا اعاتب باستمرار، وابدا اعمل اي حاجه علشان الشخص ده يرجع يهتم بيا زي الاول، حتى لو هيوصل بيا الامر ان ابكي باستمرار وانا بعاتب، او اعمل نفسي ان انا مثلا عملت حادثه ودخلت المستشفى، فيبدا يرجع تاني وابدا اعرف الشخص ده ان مش حابب اعيش من غيره، ووعدني ما تبعدش عني ولا تسيبني مهما حصل. او ابدا مثلا ان اهدد الطرف التاني ده، او ابدا استخدم معاه اساليب زي الشتيمه، او انت كذاب وخاين وانسان مش كويس. بس فكرت ولقيت ان انا لو عملت كده ابقى خليت الشخص ده يتحكم فيا اكتر، ده غير ان هيبدا يعرف ان انتصر عليا بشكل كبير جدا، والتصرف ده هيكون في قمه الغباء مني. والفكره التانيه ان اعمل بلوك للشخص ده او اتعرف على حد تاني، والحد التاني ده بقى يحترمني ويحبني ويقدرني احسن من الشخص اللي واجع قلبي ده. او مثلا ابدا استخدم مع الشخص ده اسلوب مختلف في الذكاء العاطفي يساعدني ان اعلم الشخص ده الادب، وابدا ارجع العلاقه زي الاول. الشخص اللي بيكون في حياتنا وضامن حبنا ليه بيشوف دايما ان بيحق ليه استخدام اي اسلوب هو عاوزه، فيبدا هو في الغياب وعدم الاهتمام وكأن حضرتك مش موجود في العلاقه خالص. ولكن لما يكون ردك عليه وقت ما يغيب او ما يبادرش او يتجاهل ان حضرتك ما تعاتبش ولا تعمل اي حاجه وتبدا تبعد وتغيب اسبوع او اكتر، ده بيكون رد فعل ذكي منك قوي، لانك في الوقت ده بتبدا تستخدم معاه اسلوب الذكاء العاطفي، فانك مثلا بعد اسبوع او 4 ايام هتروح تقابل الشخص ده فيس تو فيس، وتبدا تقول له انا شايف ان احنا ما بقناش مناسبين لبعض زي الاول، واحنا محتاجين ندي لبعض مساحه علشان نقيم العلاقه دي من فضلك. بصراحه انا فكرت كتير جدا قبل ما اجي اقول لك القرار ده، وفي نفس الوقت ما ينفعش اروح للشخص ده واقول له الكلمتين دول وانا ببكي وحزين ومتاثر. هيبدا يشغل دماغه ويشوف ان دي ردة فعل علشان هو بيتجاهلني. وانت تقدر قبل ما تروح تقابل الشخص ده انك تقف قدام المرايه وتتدرب على الطريقه اللي هتكلمه بيها، زي مثلا الاسلوب المحايد اللي هتكون عليه وانت بتتكلم، اسلوب ما يبينش انك عصبي ولا حزين. لما تكون واقف قدام الشخص ده ورايح تقول له الكلمتين اللي قلت لك عليهم دول، دايما تخيل انك واقف مع حد غير الشخص ده، وبعد كده ببدا امشي واركز على الروتين بتاع يومي عادي جدا. ولو الشخص ده بيحبك او لسه جواه ذره حب ليك، لما يبدا يشوف بقى ان حضرتك اللي رافض العلاقه وبقيت مش حابب تتكلم معاه، الموضوع عنده هيتحول لتحدي ويرجع فورا يتواصل معاك. ولو ده حصل اتواصل معايا وانا هقول لك ازاي تمشي معاه الفتره الجايه وانت ماسك زمام العلاقه بكل هدوء تام. ولو الشخص ده رجع ولقيته بيقول لك انا كنت مشغول جدا الفتره دي وبدا يقدم ليك اعذار كتير جدا، اعرف ان نفسيا الشخص ده بيحبك جدا، ولكن هو مش عايز يبين ضعفه وعاوز يرجع بشياكه بدون ما يقلل من قيمته. اما لو قال لك لا 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 انا ما اقدرش اعيش من غيرك، وحسيت من جواك انه حزين ان حضرتك هتخرج من العلاقه، فهو هنا بيحبك وتعلم الادب. ومش مطلوب منك انك توافق ترجع للعلاقه بسرعه، ولكن لو رجعت او حبيت ترجع تمام، مفيش مشكله. لما بنقرر نقول لشخص بيتجاهلنا او بيطنشنا اننا مش حابين نكمل في العلاقه، نفسيا هتلاقي الشخص ده بيبدا ياخد وقت كبير شويه علشان يراقبك، يشوف هل انت صادق في الكلام ده ولا لا، ويبدا بقى يراقب تصرفاتك وافعالك وستورياتك وكل حاجه انت بتعملها. ولما يبدا يتاكد بقى ان فعلا انت عايش حياتك، رجعت تمارس نفس الروتين القديم اللي كنت بتستخدمه قبل ما الشخص ده يدخل حياتك، بتكسر كل حاجه هو كان منعك عنها، واهتميت بنفسك قوي اكتر ما كنت بتهتم بنفسك وهو موجود في حياتك، هيبدا يتاكد ان حضرتك فعلا رافض العلاقه، هيبدا يرجع يعتذر ويترجاك انه مش قادر يعيش من غيرك، سواء من خلال صديق مشترك او على ارض الواقع. في الفتره الاخيره ومع تطور التكنولوجيا بقى فيه هوس اسمه لازم انجح، والهوس ده بيخلي الشخص اللي موجود في حياتك اوقات شايف نفسه مش حاسس ان قادر ينجح، فيبدا نفسيا يتعامل مع الشعور ده ان من الوقت للتاني تلاقيه حابب يقعد لوحده، او مش حابب مثلا يتكلم مع حد، او الشخص ده حد عامله بطريقه مش كويسه، او خسر فلوسه في حاجه، او اتصدم من حاجه تعبت نفسيته، او هوس النجاح واهتمامه
بشغله مخليه مش شايفك اصلا في العلاقه، فيبقى ركنك على الرف ويبقى مطمن انك بتحبه ومتمسك بيه، واخد وقتك واهتمامك وتقديرك واحترامك وكل حاجه هو كان بيديها لك وحطها في شغله والحاجه اللي هو بيحبها. لو الشخص ده موجود في حياتك وانت اكيد يعني هتعرف ده بسهوله، وقتها مش مطلوب منك انك تروح تقول للشخص ده انا بعد تفكير عميق اكتشفت ان احنا مش مناسبين لبعض، ولكن هتبدا تستخدم الذكاء العاطفي وتديه المساحه بتاعته، خليه يطير. يعني تقدر تقول كده حضرتك هتبطل تهتم بيه او تسال كل دقيقه او كل يوم، وبتسال مره واحده بس كل 3 أو 4 ايام، فيبدا بدون عتاب او كلام لو لسه جواه ذره حب ليه انه يهتم بدون اعذار او كلام، ولكن هيهتم وكانكم ما كنتوش بعيد عن بعض اصلا. وهو هيستخدم الاسلوب ده لانه عارف لو اتكلم او اعتذر حضرتك ممكن تعمل له بلوك او ممكن تنفجر فيه، وبدون عتاب او مجهود حضرتك رجعت التوازن في العلاقه. سهل جدا علشان يتكون جواك الوعي العاطفي او الذكاء العاطفي اكتر، علشان تقدر تتعامل مع المواقف اللي زي دي بسهوله، ودايما ما تخليش في ركن جواك تاذي نفسك بيه، هو انك طول الوقت تحاول تتكلم وتخرج مشاعرك وتعبر عن المشاعر اللي حضرتك حاسس بيها. اشتغل وعيش روتينك الايجابي وابني علاقه كويسه مع اهلك ومع اصحابك، وروحيا ودي اهم حاجه ابني علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، هيفرق معاك كتير جدا. شكرا لحسن الاستماع، ما تنساش انك تصلي من قلبك كتير على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اشوفكم الحلقه الجايه باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.